ليه كل ما بدعي امنيتي ما بتتحققش؟ ده انا بقالي سنين طويلة بدعي. ده انا بدعي في كل سجدة. ده انا بعيط وانا بدعي لحد ما المصلية تتبل بدموعي. دي صاحبتي بتعصي ربنا ليل نهار ودعت واستجاب لها، وانا ما بسيبش فرض وربنا مش بيحقق لي طلبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة كوكي لايف واي. ليه دعوتي ما اتحققتش مع ان ربنا عز وجل امرنا ندعوه وقال ادعوني استجب لكم؟ دعيت ان فلان ربنا يشفيه ومات، دعيت ان مشروع ينجح وصرفت فيه اللي ورايا واللي قدامي وتحويشة عمري والمشروع فشل وفلوسي خسرتها. واحدة دعت انها تتخطب لشاب وبقت تبكي بالدموع عشان يكون من نصيبها وصحيت على خبر فرحه على واحدة تانية، وهكذا دعوات كتير. ويبتدي الشيطان يدخل بقى، انت بتدعي ليه؟ ما هو مش هيستجيب. ويروح لواحدة تانية ايمانها ضعيف شوية ويقول لها انت بتدعي ليه؟ هو في اصلا حد سمعك؟ انت ايش عرفك ان في ربنا وفي جنة ونار اساسا؟ ما هو مادام مش بيستجيب يبقى باينه مفيش. بيتقال الكلام ده جوه بعض الناس، ولو في عندها طرطوفة ايمان كده صغيرة بتقعد تدعي كده تحصيل حاصل وتقول ادينا بندعي وخلاص ولا بنشوف حاجة. بندعي والدعوة بتستجاب بالعكس، وتعمل ايديها كده تدعي بيأس واحباط. مفيش ثقة في الاستجابة، مش مصدقة بنسبة 100% ان ربنا عز وجل من اسمائه الحسنى المجيب، مش مصدقة. فبتدعي من وراء قلبها، بتدعي بلسانها بس. ربنا عز وجل قال في سورة النمل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ احنا عندنا إله تاني نطلب منه؟ نعوذ بالله من الشرك. طيب لو احنا مش مؤمنين ولا مصدقين انه مجيب، طيب هيستجيب لنا ليه؟ نروح نلجأ بقى للفلوس ولا المناصب ولا المشاهير يحققوا لنا امنيتنا ويشفوا لنا مرضانا وينجحوكي بالغش؟ طيب احنا عايزين ربنا عز وجل يستجيب لنا، فهل احنا استجبنا له؟ عملنا اللي امرنا بيه ولا عايزين ناخده بس؟ ربنا ادالكم منهج، فاستجيبوا للمنهج ده لو عايزينه يستجيب لكم. بصوا الآية اصلا بتقول ايه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإني قريب أجيب، بس يستجيبوا لي، ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه وهنلاقي الإجابة على دعائنا. ما بقاش أنا بقطع في فروة سلفتي واخت جوزي ومرات ابني وأقول يا رب اشفيني. ما بقاش تاركة للصلاة وما بسجدش لله مهما الأذان فضل يأذن سنين. في ناس قاعدة تسمع في الأذان 60 سنة كل يوم حي على الصلاة، الله أكبر يا بشر تعالوا صلوا، وقاعدة 60 سنة من غير سجدة واحدة وعايزة ربنا يفرحها ويرضيها ويشفيها. ما بقاش ماشية في الشارع وفي الفيسبوك والتيك توك والواتساب والستوريز والانستجرام بلبس ما يرضيش ربنا، وخلي طوب الأرض يبص عليا ويتمناني فيما لا يرضي الله، واقول يا رب اتجوز احسن راجل في العالم، يا رب اتجوز واحد ما يبصش لحد غيري، وانتي بتوري نفسك لكل الناس. وبعدين اقول هو ربنا مش بيستجيب لي ليه؟ ما هو عشان انتي ما حققتيش الآية اللي بتقول فليستجيبوا لي. استجيبي هيستجيب. بس هتيجي تقولي لي طيب ده انا عندي جارتي مش سايبه حد الا لما جايبه في سيرته بالغلط وبتنقل كلام ولبسها ما يرضيش ربنا وبتغش في شغلها وبيها وعليها، وبمجرد ما دعت وقالت يا رب وطلبت منه عريس جاب لها احسن راجل في الكوكب، مال وجمال وعربيات واملاك ومصايف ورحلات وشاليهات، منغنغها كده، اتجوزت مغرت عليه بابا وبيحبها وبيموت فيها مع انها ما تتشافش. وانا الحلوه الاموره المتدينه المتحجبه المتعلمه الطيبه اللي عمري ما اذيت حد قاعده من غير جواز بدعي بقالي سنين بدعي ومفيش حاجه. طيب ما نسال نفسنا، ربنا استجاب لواحده بتعصيه ليه؟ ممكن ربنا يستجيب لها عشان يديها فرصه ينصلح حالها وتتوب، فبينعم عليها يمكن تقول الحمد لله وتبطل ذنوب، وعشان ما تجيش في الاخره تقول يا رب ما انت حرمتني فاضطريت اعمل الغلط، يا رب ما انت ما اديتنيش فرصه، يا رب ما انا طلبت منك كذا وكذا. لذلك ربنا عز وجل استجاب لها واداها فرصه. ربنا قال في سوره الزمر: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فاستجاب لها عشان لو الدعوة دي اللي واقفة في طريق توبتك خديها، لو الجواز اللي هيعدل سلوكك اتفضلي اتجوزي، احلى عريس اهو. ورينا بقى الاستقامة والصلاح.
لو الخلفة هي اللي هتخليك تبطل معاصي وتبطل تشرب حاجات ملهاش لازمة، لو العيال هتخليك تحب بيتك ومراتك وتبطل تخونها وتبطل تعرف بنات على النت، اتفضل عيال. فين بقى استقامتك؟ لو تاب واستقام كان بها خير له وبركة. ما تابش، ربنا قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يعني لما تركوا العمل بأوامر الله ربنا أعطاهم المزيد من الرزق والصحة والمال والجمال والأجسام لحد ما أعجبوا كده بنفسهم واتبسطوا بالخير الكتير وفضلوا مخالفين أوامر الله برضو اللي رزقهم سنين سايبهم عشان يتوبوا وما تابوش. يروح ربنا وياخد الأرزاق دي كلها منهم على فجأة ويقطع عنهم كل خير بأي طريقة بقى، يفلسوا، يمرضوا، يضيع مالهم وجمالهم، يموتوا. فربنا بيعطي وبيمنع لحكمة. قدرة ربنا وتدابيره لأمور عباده أكبر وأعظم من نظرتنا الضيقة لأم عربية فخمة وأم شعر حرير وأم لبس ضيق وأم عريس مليونير وأبو قصور ويخوت وشاليهات. انت بصر الحاجات دي، لكن ترتيب ربنا وعطائه بيكون لحكمة لازم نكتشفها. لازم نحفر كده ونعرف ايه اللي مستخبي ورا النعم اللي معانا دي كلها. هل ربنا راضي ولا بيعطي وهو ساخط؟ هو ده المهم، ان دعوتي تتحقق وربنا راضي، مش تتحقق وافرح بيها وربنا ساخط وغضبان. فاعترفي انك عاجزة عن معرفة الحقيقة والحكمة من ورا الامور. احنا لو بصينا لوش ايدنا كده هنعجز نشوف ظهرها، فما بالك باللي ربنا مرتب له انه يحصل بعد سنين طويلة. طيب ده بالنسبة لاستجابة دعوة العصاة. امال استجابة دعوة المؤمنين، هل ممكن تحقيق امنيتهم يتأخر؟ ممكن، وده برضو الحكمة منها. مثلا ان ربنا عز وجل بيحب الالحاح في الدعاء، يحبنا نطلب منه كل شوية وكتير ونطلب كل حاجة ونصبر وما نتعجلش الإجابة. بعكس الإنسان بخيل، لما حد يطلب منه حاجة بيتاخد منه كده، ولو كررنا الطلب على الإنسان بيزهق ويتخنق ويتهرب مننا. والدعاء عبادة عظيمة ربنا بيحبها. ربنا توعد الناس اللي بتستكبر على الدعاء في سورة غافر وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني الدعاء عبادة احنا مأمورين بيها، واللي ما يعملهاش ربنا سماه مستكبر، متكبر يطلب من اللي خلقه. عارفة انت الزوج المتكبر اللي لما بيعوز مثلا كوباية شاي من زوجته، بدل ما يقول لها لو سمحتي اعملي لي كوباية شاي، يروح مبرق لها كده ويسكت. المفروض بقى تفهم لوحدها وتجري وتعمل له كل اللي هو عايزه، ولو ما فهمتش وما عملتش يعملها مشكلة. ليه؟ متكبر يطلب منها انت تعملي لي كذا وتعملي لي كذا من غير ما اطلب. تفهمي انا عايزه لوحدك. ممكن يخصمها اسبوع عشان ما سالتوش لما رجع من بره احط لك تاكل ولا لا. طب ما تطلب، ولا متكبر تطلب؟ نفسيه بشعه دي اللي بتستخسر تقول لو سمحتي اعملي لي كذا، مستكبر يقول يا رب اديني من فضلك كذا وكذا. طيب انا واحده مؤمنه بطيع ربنا وبنفع غيري وبعمل حاجات كتير لله، بس ما استجابش. لا غلط، ربنا استجاب بس بالطريقه اللي تنفع مع ظروفك واللي فيها خير ليكي. عندك 3 طرق لاستجابة الدعوة، يا اما تتحقق زي ما طلبتيها بالظبط، يا اما ما تتحققش بس ربنا يكافئك عليها بانه يمنع عنك بلاء كان هيحصل لك او يحصل لحد عزيز عليكي، يا اما يشيلها لك في ميزان حسناتك في الاخره، ترفع درجاتك مع العبادات اللي بتعمليها، لان الدعاء برضو عباده من العبادات. فربنا عز وجل هيختار لك منهم اللي في مصلحتك مش اللي انت شايفاه حلو. يمكن امنيتك دي تضرك فربنا ما يحققهاش ويعطيكي بدالها حسنات، وممكن تقعدي تعيطي وربنا مش بيحقق دعواتي وربنا مش بيستجيب لي. لا استجاب بس بطريقه فيها خير ليكي انت ما فكرتيش فيه. هديكي مثال ولله المثل الأعلى. لو عندك بنت مثلا عندها 10 سنين طلبت تسوق عربية وعمالة تتحايل عليكي وانت مطنشاها، البنت شايفة ان العربية دي هتكون أحلى حاجة في حياتها وهتسعدها وتفرحها وتخليها طايرة كده من الفرح، في حين ان انت كأم كبيرة وفاهمة عارفة انها لو ساقت العربية دي في السن ده هتعرض حياتها للخطر، فما بتحققلهاش رغبتها لدرجة انها بتعتقد انك رافضة عشان بتكرهيها، مع انك بالعكس رافضة عشان بتحبيها وبتحميها من نفسها ومن خطر بعيد هي مش شايفاه. حاجة تانية، مش ساعات نبقى ماشيين في الشارع ماسكين ولادنا في ايدينا وعربية جاية طايرة من بعيد تلاقي حد شد ابنك كده، او العربية فرملت على اخر لحظة، او زوجك لا قدر الله جاله مرض وكان المفروض يعمل عملية خطيرة وفجأة لقيتي الدكتور بيقولك هو خف ومش محتاج عملية، ودي حصلت معايا انا شخصيا. في اللحظة دي ربنا عز وجل رفع عنك بلاء بالدعاء اللي دعيتيه زمان وما تحققش، جاء وقت مكافئتك عليه
اترفع البلاء اللي كان ممكن يضيع حياته. وهكذا فكري واقعدي كده مع نفسك وافتكري الحاجات اللي ربنا عز وجل اكرمك بيها والدعوات اللي تمنيتيها وما تحققتش، وتدبري وشوفي ربنا اعطاكي ايه مكان ايه، وحماكي وحفظك وحفظ حبايبك من ايه وبأنه دعوة، وقولي الحمد لله يا رب على كل اللي بتقدره عليا. طيب تعرفي ان في ناس بتقعد سنين تدعي ربنا عز وجل بدعوة معينة، ولما بتتحقق بتندم ان دعوتها اتحققت. اتمنت مثلا تتجوز واحد وخانها، وبعد ما كانت هتموت عليه وبتدعي في كل لحظة بقت تقول يا ريتني معرفته. اتمنت تشتغل في وظيفة معينة اتهموها بتهمة ضيعت مستقبلها. اتمنت تسكن مثلا في عمارة غالية، العمارة وقعت وخسرت فلوسها. كل دي دعوات اتحققت بس جاب من وراها حاجة وحشة. ليه؟ لان مكتوب لك تشوفي الابتلاء ده عن طريق الحاجة دي، والابتلاء يرفع درجاتك لما تصبري عليه، او يكون عقوبة في الدنيا على ذنب كبير عملتيه زمان. لذلك لما تيجي تدعي ادعي واطلبي الخير مع الدعاء، قولي يا رب عايزة كذا وكذا واكتب لي فيه الخير والسعادة والرضا. فالموضوع كبير ومتنوع ومتفرع والحكم كتير وبتختلف من شخص للتاني، بس نفتح قلبنا وعقلنا هنشوف من خلف الأسوار. اكتبي في تعليق ابتلاء كان هيحصل لك وربنا عز وجل منعه عنك بالدعاء، هقراه والمتابعين كمان ان شاء الله هيقروه. وعشان ما اطولش عليكم هنكمل الحلقة الجاية ان شاء الله، وهنعرف المفروض نعمل ايه عشان نكون مستجاب الدعوة، وهنعرف امتى ندعي وايه هي اوقات استجابة الدعاء، وايه الدعوات اللي المفروض ندعو بيها في كل وقت. وما تنسوش تبعتوا الحلقة على الواتساب والفيسبوك والماسنجر لحبايبكم واصحابكم عشان تبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.